علشان الاهلي يعدي ماتش بورتو البرتغالي لازم يكون في سيناريو نمشي عليه، الا وهو وده والله مش تقليل من ريفيرو، لان الراجل جه على غفله وما خدش الوقت الكافي ان هو يتعرف على اللعيبه كويس. بس في حلول، هي اي نعم مغامره قدام فرقه تقيله، بس لازم نديله الثقه، عشان انت لما اديته الست ماتشات وقلت له خد هات لي الدوري، الراجل ما قصرش وما خسرش في ولا ماتش. كابتن عماد النحاس اللي جاب لنا طبق دهب كده حطه قدامنا كده 6 ماتشات ما خسرش ولا ماتش، حافظ اللعيبه، راجل دماغه بتفكر صح، فاهم لغه اللعيبه، فاهم امتى يقول للعيبه تعمل ايه وتسوي ايه، عارف يحط تشكيله على حسب الماتش. ريفيرو مش هنقدر نحكم عليه من دلوقتي، لان الراجل جه متضر للنار، خصوصا بعد الرساله بتاعت المدرب بتاع بورتو البرتغالي فيها رساله تهديد، بيقول احنا بنحترم النادي الاهلي جدا وعارفين ان هو فريق قوي وشرس جدا، بس احنا ما قدامناش غير المكسب، والصحف البرتغاليه كلها بتقول كده، الصحف البرتغاليه كلها ما حلتهاش كلام غير ان بورتو هيفوز على النادي الاهلي، فدي رساله تهديد، ونتمنى من اداره الاهلي ان هي تفوق وتفوق للكلام اللي داير في الصحف البرتغاليه، وتسيب عماد النحاس يبقى القائد والمدير الفني للمباراه دي، ويكون تشكيل الاهلي كالاتي بجد اللي المفروض يحصل. انا مش رايح العب دفاعي، انا هامن دفاعي، بس في نفس الوقت لازم اجيب جولين. انا النادي الاهلي اعرف اخترق اي دفاع، ولعبت قدام فرق اشرس من كده، الفرق الافريقيه اقوى واشرس من كده واسرع من كده على فكره. الفرقه دي ما عندهاش ميزه حلوه غير ان هم بيدافعوا كويس، تقدر تخترق الدفاع، انت فزت بالماتش. اولا تحافظ على الماتش، تلعب بياسر ابراهيم واشرف داري والعش، والناحيه الثانيه محمد هاني في نص الملعب، تنسى حمدي فتحي خالص، ما تلعبوش الماتش ده خالص، مش ماتشه. هتلاعب محمد بن رمضان ومروان عطيه طبعا مش هيشارك، فهتلاعب مكانه ديانج وتشتغل بقفشه من اول الماتش، دي كده عندك 4 ورا و3 في النص. تلعب قدام بجراديشار مش بوسام خالص، لان وسام عنده احباط، ممكن تلعبه الشوط الثاني، وسام عنده احباط من الجون اللي جابه فينا بالغصب، فهتلاعب جراديشار الصياد، الواد ده اديله كوره بس خلي حد يعمل له كروس عدل، بيعرف يستلم تحت ضغط وبيعرف يسدد وبيعرف يعمل كل حاجه. هتلاعب مين بقى في الجناحين؟ زيزو على اليمين واشرف بن شرقي على الشمال، واتفرج يا عمنا على التشكيله اللي بقول لك عليها دي، اقسم بالله هتكسب 2-0 الشوط الاول مرتاح. كسبت بقى ان شاء الله ال 2-0، يبقى عندنا بقى استماته، تبقى عيال بلع زلط ورمل كده. احنا معانا مصريين، عيال رجاله بتموت نفسها، عندنا ناس واكله فول يابا الحاج، فعايزين الرجاله دي تلعب بجد. انت دلوقتي مش بتلعب باسم النادي الاهلي بس، انت بتلعب باسم مصر كلها، طبعا بعيد عن النفوس المعفنه. معظم المصريين دلوقتي بتشجع النادي الاهلي، بل والعرب كله بيشجع النادي الاهلي وبيشجع الهلال والترجي والوداد وصن داونز يا جدع بنشجعه عشان افريقي، وكلنا هنقف جنب اي فرقه تخص العرب او افريقيا، وان شاء الله انتوا قدها وزياده. مش جديد علينا، احنا مش جديد علينا الصعب، احنا طول عمرنا بنتحط في المواقف الصعبه. الاهلي ما لعبش ماتش سهل قبل كده ولا واخد على السهوله، ان شاء الله قدها وقدود، وحتى لو ما عملتوهاش يكفي شرف المحاوله، يكفي ان انتوا عملتوا اللي عليكم وزياده، بس تلعب برجوله، موت على الكوره، انت في مكان ما فيهوش هزار، يا ترجع رافع راسك ورافع راس الاهلاويه اللي قاعدين مستنيينك تفوز، يا اما ترجع مزحح ال 100 مليون اهلاوي، ده غير العرب اللي بتشجعك. ان شاء الله قدها يا رجاله واسود، اسود. الاهلي ما بيجيبش الا اسود ونسور، بتطير بمخالبها تاخد اي حاجه هي عايزاها، واحنا عارفين ان اي حاجه في خيالكم بتعوزوها بتجيبوها. ان شاء الله رجاله، وهترجعوا مشرفينا ان شاء الله، وهتكملوا ان شاء الله في الادوار اللي جايه. سلام عليكم.